السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة مطبخ كاسكون. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم رانا رايحين نشوفوا مع بعض خبز الدار، مقادير جد بسيطة بطريقة سهلة بزاف. بسم الله، نبداو على بركة الله. عندنا كاس حليب دافي، نزيد نضيف له 4 كاس زيت، والكاس اللي نعبر به مع الأول هو اللي نعبر به كاع هذيك الوصفة. نزيد نضيف مغرفة كبيرة سكر تكون بومبي، ومغرفة كبيرة خميرة تاع العجين تكون بومبي تاني معمرة مليح، ونخلط مليح بالفوغي. 1 ولا 2 دقائق وانايا نخلط. نزيد نضيف باياض تاع بيضة، الابيض تاع البيض، وصفر نخلوه نستعمله في الاخر نزينو به، نخلوه للتزيين، ونخلط مليح. نضيف البيض هكا باش الخبز هذا ديالنا يجي خفيف. نزيد نضيف 4 مغارفة صغيرة ملح، ونزيد نضيف الفرينة. ندير كاس ونص فرينة، ومن بعد نزيد نضيف كاس واحد اخر تاع فرينة. يعني الفرينة اللي نديرها كامل في هذا الخبز عندنا 2 كيسان ونص تاع فرينة. هنا نقدر نستعمل اي نوع من الفرينة، ماشي لازم تكون كاليتي يعني مليحة ولا. نجيب الفوغي ونبدا نخلط مليح. هنايا نخلط حتى من تولي الفرينة كامل تاعنا ما تبانش، ونخلط مليح من التحت باش ما تقعدش لاصقة من التحت تاع الغيسيبيون. ونزيد نضيف هذاك الكاس تاع الفرينة اللي قعد لنا، ونخلط مليح. نجيب مغرفة يعني تكون شوية سوليد هكا. نبدا نخلط مليح، نخلط هنايا حتى نتحصل على عجينة تكون العجينة تاعنا تكون تتلاصق كيما راكم تشوفوا في لا فيديو. ومن بعد نخلوها ترتاح 40 دقيقة، نغطيها ونخليها ترتاح. وإلا كنا في وقت الصيف 30 دقيقة يعني تكفي. نخلو العجينة تخمر. هاي لك بعد ما خمرت نجي نحي هذاك بابي فيلم. شوفوا يعني الحجم ديالها راهو تضاعف. ومن بعد واش ندير، ندهن يدي بشوية زيت ندهنها كامل هكا بالزيت. ندير كيما راكم تشوفوا في لا فيديو. نجيب سنيوة وندهنها بشوية زيت ونديرها في السنيوة اللي خدمت بها الطول ديالها هو 30 سنتيمتر والعرض تاعها 24. واللي عندها سنيوة كبيرة ما عليها غير ضعف المقادير. هاد الخبز هدايا ساهل، يعني الواحد ما فيه لا عجين لا دلك، ويجي بنين وخفيف. يعني ما كاش اسهل من هذا الخبز. هنايا كل ما نحس العجينة تلاصق في يديا ندهنها بالزيت هكايا، ونسطحها مليح في السنيوة، نفلاطيها مليح. هاي لك كل ما نشوفها تتلاصق ندير الزيت هكا حتى تولي على الطول والعرض تاع السنيوة. ونجيب صفار تاع البيض، هذاك الصفار تاع البيض اللي كنا خليناه، نجيب بانسو وندهن كامل به الخبزة ديالنا. تزيين اختياري. ونزيد نجيب شوية سانوج اللي ولادهم ما يحبوش ولا يقدروا يديروا غير الصفر تاع البيض. ونزيد ندير شوية جلجلان، يعني رايح يمد ذوق يزيد في البنة تاع الخبز. ونديرها طيب يعني كي تشوفوها في لي كوتي في الاطراف تحمروا، نطفيها من التحت ونشعلها من فوق حتى تتحمر لنا شويه ونحيها. كي يطيب الخبز نخليوه 10 دقائق يبرد ونحوه من السنيوه هكا باش ما يلصقش. هاوليك الخبز راهو جاهز.
يعني هاد الخبز هذا نقدروا نشربوا به قهوة تاع في الصباح ولا تاع العشية، ولا اللي عندهم ولادهم يقراو ولا يقدروا يمدوه لهم في بلاصة الكوتي، يعني خرم هادوك السكاكر هادوك لي سكريغي بزاف ماشي ملاح، هاوليك جا خفيف وطري وبنين. لأول مرة يشوف القناة ما تنساوش تشتركوا هكا باش يلحقكم كامل جديد، وما تبخلوش عليا بجام هكا باش يلحق لا فيديو لعدد كبير من الناس ويستفادوا منها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.